ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد من يوميات ماما مطحونة. النهارده عايزه اتكلم معاكم عن رابطه بكيزة هانم الدرمالي اللي هي بتاعت جربع مش هتجربع. انا اتولدت هانم وهموت هانم بعد عمر طويل ان شاء الله. الرابطه اللي كل ما انت حضرتك بيجيلك فلوس بتطير، اللي هو ايه؟ اول ما ناخد الفلوس اصل احنا عايزين نجيب كذا وكذا وكذا ومش هينفع نستغنى عن كذا وكذا وكذا، هوب تلاقي نفسك اللي المفروض المصروف اللي هيقعد معاك شهر، لا حضرتك هم اسبوع بالكتير قوي يبقى زي الفل وتمام. المقولة كده اللي هي بتغسلك من جوه دي اللي هي ايه؟ ما اصل انا ما جاتش على دي، لا بس انا اتبسطت، يعني انا صرفت اتبسطت بيها، يعني جبت حاجة كنت عايزها كنت محتاجها، مع ان انا كان ممكن استغنى عنها وكل حاجة وما كانش هيجرى لنا اي حاجة، بس الحاجة دي ايه اللي هو بتصبر نفسك وتحسسك انه لا يعني مش خسارة فيا، يعني ما انا برضو تعبت الشهر اللي فات ده كله، ما جاتش يعني ما جاتش على دي، ما جاتش على دي بقى تخلينا نصرف تقريبا كل الفلوس. اللي هي مقولة ايه؟ الفلوس بتروح وتيجي. لا حضرتك هي الفلوس بتروح بس ما بتجيش. اول الشهر بتبقى حضرتك نجيب سويرس، بعد كده بنبقى نجيب منين، وناسين خالص ان احنا مامي ومسؤولين عن البيت طول الشهر، مش اسبوع بس، يعني هو مش مصروف شخصي حضرتك، لا هو المفروض ان ده مصروف الشهر كله، بس تقريبا احنا لسه مش عايشين في الموضوع ده. نسكت احنا بقى على كده خالص. عارفين احنا الطبقة المتوسطة اللي هي المفروض انها اتلغت، يعني نازلة تحت شويتين 3 4 كده، يعني هم شوية ناس لابسة حلو بس معاش فلوس، يعني اللبس الحلو ده احنا كنا جايبينه قبل كده، كل لبس البراندات والحلو والشيك واللي انتوا شايفيننا بيه ده مش جايبينه دلوقتي بعد نطة الاسعار دي، لا حضرتك الهدوم دي معانا من زمان، فاحنا شوية ناس لابسين حلو مدين مظهر ومنزهين نفسنا قوي. يعني احلى حاجة في الموضوع ان احنا منزهين نفسنا بصراحة، بس بنيجي نلطم بعدها، يعني نيجي بقى اللي هو ايه؟ طب المفروض كنا نجيب كذا بس احنا يعني استغنينا وجبنا كذا، بس يلا مش مهم، المهم ان احنا اتبسطنا وان الحاجة دي احنا كنا محتاجينها، او يعني مش خسارة فيا. فبنفضل حضرتك بقى كده طول الشهر لغاية لما يجي اول الشهر ونعيد نفس الموضوع من اول وجديد. العكس تماما بقى البخيل وانا الاستاذ فريد شوقي. النهارده بقى يوم افلام، بكيزة هانم سهير بابل الله يرحمها والاستاذ فريد شوقي الله يرحمه. بخيل وانا بقى الناس دي انا مش عارفه والله، يعني ممكن ناخد منهم سنه بس ما اعتقدش، يعني لما بشوف المسلسل بيجي لي ضيق تنفس، اللي هو نفضل شايلين القرش، لا ما ارتاحش ولا يهدالي بال الا لما اصرف الفلوس كلها. ازاي يبقى معايا فلوس؟ وده غلط برضه على فكره، انا مش بقول ان ده صح، بس نفسي الاقي له حل بصراحه. الناس بقى اللي بتعرف تشيل فلوس وتحوش محتاجه اخد عندهم كورسات، عشان هو اصل الوضع اللي احنا داخلين عليه دلوقتي الوقت الحالي مع زيادة الأسعار ده مش هينفع فيه بكيزة هانم خالص. المرحلة اللي جاية هتبقى محتاجة فريد شوقي، أصله هنعمل ايه؟ مدارس بقى داخلين عليها ودروس بقى وسبلايز وحاجات قد كده، ومش هينفع خالص بكيزة هانم تفضل عايشة في الدور، لا. بس بجد الناس البخيلة دي فايتها حاجات كتيرة قوي، فايتها متعة كتيرة قوي في الدنيا بجد. اي نعم احنا متمرمطين، يعني مش هقول ان احنا مبسوطين وان احنا صح برضو، يعني هي الوسطية كويسة، يعني عايزين نظبطها شوية، بس برضو مال الكنزي للنزهة، يعني كل اللي بيحوش وقاعد يشيل فلوس مش هتتمتع انت بيها، حضرتك غيرك هيتمتع بيها. احنا بقى ممتعين نفسنا من دلوقتي ومعناش فلوس وشحاتين لغاية اخر الشهر. عايزين نظبطها، ولا كده قوي ولا كده قوي، وربنا يا رب يرزق الجميع بالحلال ان شاء الله. اشوفكم في يوم جديد من يوميات ماما مطحونة. لايك وسبسكرايب وشير. باي باي.